مرت سنوات ووصل فيهم الامر الى درجه انهم يجعلوا هذه الشباب كلهم في كل مناطق السلطنه امام خيارات صعبه. يا اما ان يقفوا اليوم هذه الوقفه ونحن ما كنا نتمناها. لا يمكن لاحد منا انه يستنسخ تراث شعوب اخرى، لنا خصوصيه. ويجب المحافظه على هذه الخصوصيه محافظه لا يقف. شباب واعي. نحن لسنا في ساحه التحرير ونحترم ساحه التحرير وباسمكم جميعا نعزيهم بشهدائهم سواء في تونس او مصر او في الجزائر او في اليمن او في نعم نحن جزء من حركه تناضل من اجل الحقوق وليست حركه حر. ما عندنا استعمال نحرر بلدنا منه. هم يريدوا يحرروا البلد منا. هم انفسهم يريدوا يحرروا هذه الارض منا وما يبقى لهم 10 اشخاص. للاسف الشديد ان اللوبي الاقتصادي في عمان المهيمن على الاقتصاد العماني كلهم ظفاريين. يمتلكون شركات التامين وشركات الاستثمار ويمتلكون البنوك. ان يكون هؤلاء الناس منا ولا يشرفنا ان يكونوا منا. الله اكبر. اخبركم بشيء في حقائق تاريخيه يمكن بعضكم صغير في السن ويجب ان اعطيكم اياها بسرعه شوي. الشعب الأبي تريليون في زيادة بإذن الله نثبت الأطفال المبارك وبين الأطفال المساعدة. لا بالعكس رجال الأمن أنا أؤكد وعندي ثقة عظيمة بهذول الرجال الباسلة لا يمكن أن يتعدي على شخص يطالب حق. هم هنا لضمان حقوقك أنت. فنحن انظلمنا 40 عام يطيز جيش ولم ينفذنا بالصمت. خلينا عندنا وعي مش ولاء للبلد هذه. هذا نفاق نفاق بلد الانفجار فيما بعد. إذا لم يطالب الشعب بحقه بكره يتولد الانفجارات وهذا الانفجار بيؤدي إلى ايش؟ إلى أشياء لا يعلم عن عقبها. فلذلك لا تقولوا على أي شخص ولا تزرعوا في أنفسكم ثقافة الخوف والقمع. نحن نعيش في دولة شهادات السلام. كيف تقولوا ان هذه الدولة قمعية؟ لا يمكن. وانا عندي كل الثقة والثقة العمياء برجال الامن. اشكر يعني شخص يعني في ماشي في الاديب المفكر وانا بثني على الشيوخ شيوخ الشحاتي. نحن نريد شحاتي. امس جالسين الصباح على البوابه جاء الشيخ جاء شيخ وقال ايش جالسين هنا انتم؟ قالوا يا اخي شخص مات بالعظم بلقم. زين قالوا افتحوا البوابه. شيخ عام قبيله شيخ عام. قالوا ممنوع ادخل. ارجع ما سود الله وجهكم انتم السبب. نعم انا ما جاي انا ما اريد اتكلم صراحه مريض يومين ما نمت وما
ما عندي شيء. واصل عن الاستعمار، نحن ناس مستعمرين. إذا قال لك العماني مش مستعمر كذاب، نحن مستعمرين للوزراء. الوزراء مستعمرين، ولازم نحرر بلادنا من هذه الزمرة الفاسدة. ولازم الزمرة الفاسدة، نعطي الله على الزمرة الفاسدة. 40 سنة وزير ينتقل من وزارة لوزارة، وزير يروح من وزارة يجي وزارة ثانية، ومقبول راح على المواصلات الاستخبارات عشان الاشخاص اللي بيكتبوا باسمه برا على مقبول عشان يحاسبهم. الآن نحن نطالب بإسقاط الوزراء الفاسدين. نحن طلبنا على الوزير صباح، قلنا له ما نثق فيك، انت رجل وزير جديد علينا وايدك ما ملطخه بالفساد او السرقه، عادك نظيف. قلنا له نحن نحترمك رجل خلوق ورجل محترم. قال اللي عندكم تفضل انا اعطوني اياها. قلت له تفوق شغلنا وزيد الرواتب؟ قال لا، قال انا برفعها الى صاحب القلاده. قلنا له ممتاز. قالوا ما نقدر، رسالة عندنا رسالة من مسقط، قالوا ما نقدر. رجعنا مرة ثانية إلى مسقط وأعطانا رسالة إلى صلالة. الصلالة قال والله ما نقدر، إذا الشركة تريد لا الاختيار تريد تشتغل فراش، إذا فراش تريد تشتغل نحن مستعدين. قلنا يا أخي ما يستوي، أنتم موقفين دولة ولكم الاحترام والتقدير، أما تتكلمون بهذا اللهجة فراش، دولة خليجية، هذا فضيحة. عيب بس تتكلمون تقولوا فراش. زين قالوا ما في مشكلة، يسووا شاي. إذا تريد ما تريد فراش شاي، قدموا الشاي. يا أخي نحن عندنا كوزة الأحمر، صاحب الجالس القابوس ما يرضى. قال لا 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 هذا ما في شيء، شغل مش عيب. تشتغل فراش، تشتغل في الحمامات، ما في مشكلة. يا جماعة واحد يتكلم بحق. يعني جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بادروا في تصريحات وفي مراسيم، أشكركم من عين الراس، لكن كلام ما هو مقنع، 15 ريال و20 ريال. واحد إذا عنده اقتراح، عنده مطالب، عنده إذا أنت مش راضي على 15 يتكلم، اللي يوقف يتكلم. جايين يا شباب، جزاهم الله خير شباب، جايين من برا، اللي جاي من برا هنا يعتصم، واللي جاي من بعيد يعتصم، واللي جاي من بعيد يدرس هنا. أصحاب بلدان، وينكم يا أصحاب بلدان؟ هذا المنبر للعمان كامل، مش للثوار بس. هذا المنبر للعمان بكملها، فردة صغيرة وكبيرة، شيبا وشيبا. مش للأثوار بس، مش لأهل صلالة بس، لا. هذا المنبر لأهل عمان كامل. أريد أشوف وجيهكم طلبة. أصحاب البلدان، أصحاب الولايات وينكم؟ أصحاب مسقط وينكم؟ نحن هنا نطالب بالحق، ما نمسك أنا رجل معاق وعندي ابني وتعاقد كده 3 سنوات تقريبا. ورحنا إلى مسقط، ثم رجعني إلى هنا ودرس في معهد على حساب الحكومة لمدة 2 سنين. بعد 2 سنين قالوا له إذا خلصت المعهد هذا
تشتغل على طول في المينا. لما خلص المعهد هذا كله طلع كذب، كله المعهد هذا كله اصحاب الواسطه. الشركات خذوا الفلوس دعم من الدوله، وبعدين نتخلص من المعهد هذا ندخله في الشارع. وعدونا قالوا لنا لما تخلص يشتغل على طول في المينا. خلصنا المعهد هذا ورحنا الى القوى العامله. ما في، انتوا وقفوا معنا وقفه. يا جماعه لو انا في دوله ثانيه خليجيه واقول معاك والله ولادي كلهم يشتغلوا. والله العظيم. يقول لك ايش؟ انت خليجي، يقول لك الحق، بس تعال ظروفني في البيت كله داير. تعال ولدك جيت له شغل، ولكن انا لا، لازم مفتاح. مفتاح قاعد انا مفتاح والله. جزاكم الله خير. بسم الله. بسم الشباب. إن الشباب أقوى من جلادين. الشباب أقوى من جلادين. عندنا مطالب. هذا المطالب تحدد قبل كل شيء يجب أن يعي كل شاب هنا أن هناك هدف محدد. هذا الهدف فعل مضارع. الشباب يريد، كلمة يريد يعني فعل مضارع. ماذا يريد الشباب؟ يريد كرامة، عدالة، حرية. كل مصطلح من هذه المصطلحات تحمل الكثير في الطيات. الكرامة، كرامة في التعليم، وكرامة في الصحة، وكرامة في العدل، في العمل، أولي دقائق بس نطلع بعض الوثائق هنا. جزاكم الله الف خير على تواجدكم وعلى الاعتصام الطيب. اسال الله ان يجعلكم بخير حسنات. في موضوع السنه الماضيه مع محكمه القضاء الاداري الافساد الذي سوف اقريه لكم.